أنها ممثلة المغرب في بلدنا، نوجه لها الكثير من المودة، فهي تعرف جيدا طبعنا وخصوصيتنا. كنزة الغالي، سفيرة المملكة المغربية في تشيلي، كيف حالك؟ مساء الخير ومبروك على هذا اللقب. شكرا جزيلا، مساء الخير، وأود أن أشكر كل تشيلي على التنظيم الممتاز والرائع الذي يعد نموذجا يحتذى به في المنطقة بل وفي العالم أجمع. كنزة، يبدو أن صوتك متأثرا قليلا، هل السبب هو الانفعال ليلة أمس؟ ليس فقط ليلة أمس، بل طوال 15 يوما الماضية رافقت فريقي منذ وصوله إلى هنا وحتى مغادرتهم الليلة الماضية، ولذلك أنا سعيدة جدا رغم أنني مصابة ببحة في الصوت، لكنني ممتنة للغاية لتشيلي، للمنظمين، للسلطات والجمهور. فعندما ترى الملعب كله باللون الأحمر يشجعنا، تشعر كأنك في مدينة مغربية بينما كنت في سانتياغو في بلد الثاني العزيز. وماذا يعني لك هذا الشعور؟ لقد علمنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن العديد من المغاربة جاءوا لحضور النهائي، وكان المشهد رائعاً بالأعلام والقمصان الحمراء والخضراء. نعم، وأود أن أشكر وزارة النقل ووزارة الرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وجميع السلطات التي ساعدت في تحقيق هذا الحلم في وقت وجيز. فقد تمكنا من إصدار أكثر من 600 تأشيرة في بضعة أيام فقط، وجاء الجميع في ظروف ممتازة واستقبلوا استقبالاً رائعاً. لقد كان تحدياً كبيراً، لكنه مثال على العمل الرائع من بلد العزيز تشيلي. سعادة السفيرة، أنتم كدولة تستعدون لاستضافة كأس العالم 2030، وقد شهدنا قفزة هائلة في كرة القدم المغربية خلال 20 عاما الماضية. كيف تسير التحضيرات؟ وماذا سنجد حين نصل إلى المغرب في 2030؟ كما أقول دائما، أي إنجاز يحتاج إلى رؤية طويلة الأمد، وهذه الرؤية وضعها جلالة الملك محمد السادس منذ توليه الحكم، حيث أولى اهتماماً كبيراً بالشباب وبالرياضة باعتبارها ركيزة في السياسة والدبلوماسية الدولية. لذلك أنشأت الأكاديمية الملكية المغربية لكرة القدم، وهناك استعدادات متواصلة وتطور تدريجي. ولم لا؟ ربما نصل مرة أخرى إلى نصف النهائي كما في مونديال قطر، بل ونحقق نتائج أفضل في البطولات القادمة. كما أن المغرب اليوم يولي اهتماماً متزايداً بكرة القدم النسوية، وهو أمر لم يكن يتصور قبل 20 سنة. إنت دولة شاملة تشمل التمويل والتعليم والبنى التحتية، وهي عملية متكاملة تجعل شباب اليوم المؤهلين تحت 20 عاماً قادرين على أن يكونوا ضمن المنتخب الوطني في مونديال 2030 إن شاء الله. أما عن كأس العالم 2030 الذي سيقام بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، فسيكون حدثاً ضخماً وتاريخياً للمغرب.